شايفين جمال الفراخ؟ هنعملها بطريقة مختلفة ومضمونة ومستوية جدا، وهنعمل كمان الرز الخطير ده. هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة، فراخ كنتاكي. هنعرف بقى مع بعض في الفيديو دلوقتي عملناها ازاي. بس قبل بقى ما نبدأ الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك والكومنت الحلو بتاعكم، وكمان تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. يلا بينا على الوصفة ونقول بسم الله. معايا بقى حله على النار فيها ميه تغلي. هنا بقى اهم حاجه هنعملها، هعمل شوربه متبله هسوي فيها الفراخ، وهاخد منها اعمل كمان الرز. هحط بقى ملح، فلفل اسود، كاري، كركم، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، حبهان، لورا، بهارات فراخ. معايا بقى فرخه غسلها كويس وحطيتها في محلول النقع اللي هو ميه وملح وسكر، سبتها شويه وبعد كده طلعتها شطفتها وقطعتها 8 قطع، وممكن تقطعيها ل 12 قطعه. كده بقى غلت معايا، هبدأ انزل بقطع الفراخ. كده هتستوي بالتتبيلة دي، ريحتها روعة ولونها زي ما انتوا شايفين كده، هتاخد بقى لون حلو قوي. تمام، هنشوفها بقى بعد ما تستوي. كده بقى بعد ما استوت معايا هصفيها واخرجها. طبعا تحفة جدا، لون وطعم فوق الخيال، مش قادرة اوصف لكم طعمها ولونها زي ما انتوا شايفين عامل ازاي. وطبعا الشوربة دي هناخد نعمل منها الرز، هتشوفوا دلوقتي هنعملوه مع بعض ازاي. هسيبها بقى تبرد كده شوية عشان هي لسه سخنة جدا، وبعدين هبدأ اشيل منها الجلد. تمام، مش عايزة يكون فيها اي جلد خالص. شايفين اللون بتاعها اخد اللي هو اللون الاصفر كده، بجد حلو قوي. هنعمل بقى الرز. معايا كوبايتين من الشوربة، عليهم كوباية من الرز البسمتي المغسول، هنزل بيه في الشوربة. طبعا طعمه هيكون مختلف ومميز وجميل، وهياخد طبعا اللون الاصفر الحلو. هنا اتشرب كده، هبدأ اوطي عليه واسيبه يستوي. هنعمل بقى مع بعض خلطة القرمشة. هجيب بقى حوالي كوباية من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، عليهم معلقة كبيرة من البقسماط، وهقلبهم مع بعض. بعدين هحضر الحاجة بتاعتي. معايا شوربة، والشوربة لازم تكون ساقعة معاكي، اوعي تكون سخنة او دافية، تكون ساقعة. لو مش ساقعة حطي فيها قطع من التلج، والدقيق اللي احنا عملناه مع بعض، وقطع الفراخ والكريسبي او الكورن فليكس. هاخد كده قطع احطها في الشوربة، بعدين هبطنها في الدقيق بالشكل ده، وهنفضها بقى من الجوانب. بعدين هحطها في الشوربة تاني، بعدين على الكريسبي او الكورن فليكس. لو ما عندكيش ممكن ترجعيها في الدقيق تاني. شايفين الجمال بتاعها؟ هعمل معاكم واحدة كمان زي ما قلنا، نفس الخطوات في الشوربة، بعدين نبطنها في الدقيق، بعدين في الشوربة تاني، وممكن ترجعيها هنا للدقيق او الكورن فليكس. طبعا بتدي طبقة حلوة جدا، وبيكون شكلها حلو في النهاية، والقرمشة بتكون حلوة جدا. جبت بقى زيت غزير، هنزل بالفراخ. طبعا هي مستوية، مش عاوزين غير اللون بتاعها اللي هو الذهبي، وطبعا مش اللون الذهبي الحلو بس، لا وكمان القرمشة. كده بقى حضرت الطبق بتاعي. الرز بقى جاهز معايا، شايفين شكله مفرفر وجميل، والفراخ الله على جمالها. عملنا أكلة كاملة بكل سهولة، مش بتاخد وقت خالص، وأحلى ما تروحي تاكليها بره بكتير. شايفين الجمال؟ شايفين الشكل؟ حاجة روعة. وكده يا حبايب قلبي عملنا احلى كنتاكي في البيت، مستوي ومقرمش. بصوا انا بدوق كده من ورا الكاميرا، بصوا الجمال. طبعا مستوية وجميلة وما فيهاش اي دم وما فيهاش اي حاجة، واحلى رز بالشوربة المتبلة. اشوفكم على خير في وصفة جديدة، ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير.